تفتكر سقوط الأسنان بيقتصر بس على الناس الكبيرة؟ المفاجأة إن في عادات يومية لو ابنك بيعملها أسنانه بتتساقط قبل ما يوصل لمرحلة الشباب، عشان كده في الفيديو ده هقول لك على 5 عادات خطيرة جدا لازم توقفهم فورا. أول عادة معانا وهي كتر الحلويات والمشروبات الغازية. السكر بيبوظ الأسنان وده لأنه بينتج أحماض بتبوظ المينا وبتضعف الأسنان وبتخلي التسوس ينتشر أكتر. لو التسوس اتساب ووصل للعصب بيخلي الضرس أضعف ويتكسر أسهل، فالحل إنك تقلل الحلويات وتخليها مرة واحدة بس في الأسبوع وتغسل أسنانه بعدها. تالت عادة وهي النوم وبق عصير أو لبن. كتير من الأطفال بيناموا وبقهم عصير أو لبن وده معناه إن الأسنان بتبقى مغطية بالسكر طول الليل والنتيجة بتبقى تسوس مبكر جدا اسمه تسوس الرضاعة. الحل إن لو عايز ابنك ينام وبقه حاجة خليها مية بس. تالت حاجة مص الصوابع أو استخدام الببرونة لفترة طويلة. هي عادة بريئة جدا لكنها بتأثر على نمو الفك وبتزود بروز الأسنان الأمامية والأسنان دي بتبقى معرضة للكسر أو السقوط أسرع من أي أسنان تانية. فالحل إنك تساعده إنه يبطل العادة دي تدريجيا قبل سن 3 سنوات. والعادة الرابعة معانا هي إهمال تنظيف الأسنان. طفل من غير غسيل أسنان يومي معناها بكتيريا متراكمة والتهاب لثة مبكر، والتهاب اللثة لو اتساب بيضعف العظم اللي موجود حوالين الأسنان. فالحل إنك تعلمه يغسل أسنانه من أول ما الأسنان اللبنية تطلع وإنه يستخدم فرشة تكون ناعمة جدا. خامس عادة إهمال الزيارات الدورية للدكتور. الطفل ممكن يبقى عنده تسوس ومش حاسس بألم غير لما يوصل للعصب وده بيخلي الضرس يضعف ويسقط قبل أوانه، عشان كده لازم تروح لدكتور الأسنان كل 6 شهور عشان تكتشف أي مشكلة بدري قبل ما تحصل مشكلة أصلا. أنا عارف إن معظمنا مش بيعمل كده لكن ده الأصح عشان تحافظ على أسنان ابنك. وفي النهاية ما تنساش اللايك والسبسكرايب